السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أي فيديو نبدأ بالصلاة على النبي. كما تشاهدوا في الفيديو راح ندير معكم كراتيكا محبوبة عند ناس الغرب بمقادير مضبوطة. راح نعطيها لكم بالميزان، وأيضا راح نعطيها لكم بالكاس اللي يرفد 250 مليلتر بالمقادير المضبوطة وطريقة التحضير تاعها بدون بيض بدون حليب. هنا هذا الساشي ترفد 250 مليلتر، عفوا غرام. بالكاس راح نكيل لكم بالكاس شحال تجيني. بالكاس على ما اظن تجي 2 كؤوس من هذا الطحين تاع الحمص. بسم الله. واحده والكأس الثاني. هنا نحتاج هنا في إناء آخر راح نجيبو نكيلو الماء. هنا نحتاجو في كل 250 غرام نحتاجو لتر ونصف. راح نكيل لكم بالكاس شحال تجيني. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 تجيني 6 كؤوس ناقص 70. 6 هذا السبب. هنا جاتني 7 كؤوس من الماء، ما يعادل لتر ونصف. نضيفو نصف كأس زيت تاع الشاي، نضيفو ملعقة كبيرة نصف تاعها ملح، ونخلطو هذوك المقادير كل مع بعض. بعد ذلك نزيدو هذاك الحمص اللي هو 250 غرام، نزيدو على هذاك الماء والزيت. هذا دوك نسخن، دوك نعاود ندخله مليح في الماء. هنا الملح راح نقول لكم اذا زدت ولا لا. هنا خلطت هذاك الخليط انا خلطته براميكسير حتى ذاب هذاك الحمص وراحوا لنا هذوك الحبيبات. وهنا راح نذوقوا الملح اذا راح نزيدو ولا لا. راح نزيد شويه ملح. راح نزيد هاد شويه تاع الملح. وهنا باش يجيكم الكريم كيما تاع المحلات تاع برا، هنا للتنويه البنات ما تنسوش هذا الحمص كي تجيبوه غربلوه. حنا ماناش عارفينه باش نصنع. واذا درتيه من الحمص كان عندك يعني طحانه يعني كاليتي مليحه وطحنتي الحمص راح يجيك اروع احسن من هذاك تاع الشكاره. حنا عندنا هذا تاع الشكاره اللي شريناه خدمت بيه. هذا هو. دوك الفرن يكون ساخن ونحطوا فيه البلا، ندهنوها بالزيت ونحطوه ونخلوه شويه هذيك البلا تحملنا شويه ونعاودوا نخرجوه. هنايا نخلوه على جنب لمده 5 دقائق باش تجينا البنه تاعها روعه. وما بيد الصني راها تسخن، وراح نرجع لكم نوريكم كيفاش طريقه تاع التطياب تاعه. هنا ندهنوا البلا بالزيت، راني دهنت بالزيت. القطر تاع هذا الصني 25 سنتيمتر. راح ندير النصف الاخر اللي بقى لي راح نديره في بلا صغير. هنا اذا كانت عندكم، هنا بعد ما عمرت بلا راح نحطها في الفرن. وهنايا انا هنا عندي كميه قليله. هنا بالنسبه لي عندهم كميه بزاف وما يعرفوش كيفاش يديروا، يدخلوا البلا للفرن
ويجيبوا غرافة يعمروا بهذا الخليط ويفرغوا في الصينية داخل وهي داخل الفرن. هنا البنات طريقة تاع الطياب هذا الكرنتيكا تاخذ معكم حوالي ساعة او ساعة ونص. انا الفرن تاعي مشي مليح، درت لي حوالي وما طابتش مليح، كانوا عجلانين عليها. انا عندي هاد درتها ما نحبهاش غليظه بزاف، درت نصف واللي تبقى لي درته هنا في هذا الطبسي تاع هذا خاص دخليه الكوشه وما يصرى له والو. راح نطيبوها ونحطوها نطيبوها من الاسفل. هنا البنات اللي المبتدئات والعرايس جدد اللي ما يعرفوش كي ديروا تعرفوا باللي خلاص راهي طابت من الاسفل، كي يبدو هذوك الفقاعات اللي يطلعوا لنا ناشفين خلاص نشفوا، نعرفوها باللي طابت ونشفت من الماء، نجبدوها ونحطوها الاسفل حتى تاخذ هذيك التحميره الشابه المليحه. انا ما عطيتهاش حقها في التحمار. هنا شوفوا راني نوريكم، شفتوا هذوك الفقاعات اللي يبدو يطلعوا خلاص كي نشوفوهم مكانش كاع نهبطوها لتحت باش تاخذ قلت لكم هذيك التحميره شابه ونقدموها. صدقوني يا البنات هذه الوصفه وهذه المقادير اللي تابعتيهم راح يجيك كاران من اروع ما يكون. والبنات تاعه ما عليا غير نقول لك، سواء كنت عروسة جديدة أو مبتدئة في الطبخ، هذا الطبق الرائع المشهور عند الناس الغرب، الطبق الكرنتيكا، وصفة المحلات هكذا يخدموه، وأنا نبغيه يجيني هكا جاري ما يكونش يابس بزاف. ولا طريقة أيضا التحضير والتطياب راني حطيت لكم الفيديو تبعوه. ما عليا غير نقول لكم ديروا اشتراك وتعليق شباب وحتى يصلكم كل ما هو جديد، وسجلي عندك هذه الوصفة راح تحتاجيها يوم من الأيام. خلاص راهي واجدة معنا، شوفوا القوام تاعها كيفاش جاء. أنا نبغيها تكون خفيفة كيما هاك، ما تكونش يابسة من الأسفل، وتقدم مع الهريسة. دائما أنا من عشاق الحار أو والكمون أيضا، ومع كاس تاع شاربات يكون بارد. إن شاء الله شهيتكم في الجنة. ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.